السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في قناتي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت اقتصادي ببيضتين بس ومعلقتين سمنة، وهنطلع البسكوت القمر ده. عايزة لكم الكمية ما شاء الله كتيرة جدا، وأقول لكم كل أسرار نجاح البسكوت، إزاي اللون كده يبقى موحد والرسمة ما تروحش. جو ساقعة حلوة أوي البسكوت مع كوباية شاي كده أو كوباية شاي بلبن، تحفة من غير بقى عجان ولا مضرب كهرباء ولا أي حاجة، في الخلاط وهتاخدي أحلى نتيجة. طريقته سهلة وبسيطة جدا، تابعيني في الفيديو إن شاء الله يعجبك. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لكم المقادير بالكوباية وبالجرام، وهسيبها لكم في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش صندوق الوصف، جنب عنوان الفيديو في كلمة المزيد، اضغط عليها دخلك على صندوق الوصف. معايا نص كيلو من الدقيق، يعني 500 جرام بالكوبايات، اللي هي الكوباية المعيارية 4 كوبايات، شلت منها ربع كوباية، يعني أنا معايا 4 كوبايات إلا ربع من الدقيق. والدقيق عليه رشة من الملح، وحطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر بس ما تكونش مليانة بشكل هرمي عشان ما تضيعش الرسمة. معايا 3/4 كوباية من الزيت، يعني 150 ملي. معلقتين كبار من السمنة وزنهم 50 جرام، وهنسيحها تدينا ربع كوباية، يعني أنا استخدمت المادة الدهنية كوباية من السمنة على الزيت. معايا 2 بيضة وزنها من غير القشر 100 جرام. معايا فانيليا كوباية من السكر الحبيبات، يعني 200 جرام. ومعلقة صغيرة من بودرة العصير فروتشي بطعم البرتقال أو أي نوع. ومعايا كمان معلقة كبيرة من الحليب البودرة، هوريها لكم دلوقتي واحنا بنعمل البسكوت. ومعايا 12 معلقة كبيرة من المية. ممكن تستغني عن الحليب البودرة وتحطي على طول 12 معلقة كبيرة حليب، أو تعمليه بالمية بس وتستغني عن الحليب البودرة، أو عصير برتقال 12 معلقة كبيرة من عصير برتقال اللي عندك حطيه. حضرت الخلاط وحط عليه السكر والزيت، ومعايا كمان السمنة بعد ما سيحتها عملت لي ربع كوباية. طبعا السمنة مش سخنة ولا أي حاجة. بضربها كويس جدا لمدة 3-4 دقايق. الخطوة دي مهمة جدا عشان البسكوت ما يفرش معاكي في الفرن. بعد ما ضربته كده هبتدي ان انا انزل بالبيض بيضه بيضه. دي اول بيضه وعليها الفانيليا، وهضرب لمده دقيقتين كويس جدا. بعد كده هنزل بالبيضه التانية وبرضه هضرب لمده دقيقتين. الخطوات دي مهمه جدا، كل ما نضرب او كل ما نحط حاجه لازم نضرب كويس. وده شكله كده بعد ما حطيت البيض وضربته. هبتدي ان انا احط الميه ومعلقه كبيره من الحليب البودره، والمعلقه الصغيره من البودره بتاعه العصير. مضربه بقى كويس جدا جدا لحد ما القوام يتقل ويبقى بالشكل ده. بصوا ما شاء الله لونه حلو جدا. ده من المعلقه بتاعه بودره العصير البرتقال اللي احنا حطيناه. ممكن تستغني عنها لو هي مش عندك. لازم ننزل كل حاجه في الخلاط عشان المقدار معانا يكون مظبوط. بعد كده هبتدي ان انا انخل مكونات الجافه. لازم ننخل مكونات الجافه كويس جدا بالمعلقه بقى وبايديك. هبتدي ان انا اقلب. هبتدي ان انا الم العجينه، ومش بنعجن كتير عشان العجينه ما تعملش معانا عرق والبسكوته تنشف منك وتنزل من الكيس بصعوبه. مجرد ان الدقيق يختفي ويشرب المواد السائله انا بوقف تقليب. طب لو انت عايزه تعمليه بالمكنه يبقى هتزودي ربع كوبايه الدقيق اللي احنا شلناها. يعني انا بسكوت الكيس استخدمت 4 كوبايات الا ربع، لو هتعمليه بالمكنه 4 كوبايات وجربي. لو لقيتي العجينه برضو لسه طريه في المكنه زودي معلقه دقيق تاني. العجينه ما شاء الله طريه بس في نفس الوقت مش بتلزق. وده القمع اللي انا هستخدمه في البسكوت، بيبقى يكون من تحت كده ساده ومن فوق سنون. جبت الصواني الالومنيوم، ودي احلى صواني تقدري انت تسوي فيها، بتوزع الحراره حلوه جدا جدا. مش بندهنها ولا اي حاجه. حطيت العجينه في الكيس الحلواني وما تكترش العجينه عشان تقدري ان انت تتحكمي في سمك البسكوته. حجم البسكوته اللي انت بتتحكمي فيه رفيع او تخين من الضغطه. لو عايزاه رفيعه يبقى مش بتضغطي كده كتير. لو عايزاه تخين بتضغطي كده شويه علشان البسكوته تحمل كده معاكي وتطلع تخينه. لو عايزه بقى البسكوت يكون مظبوط بقى بالملي، ممكن ان انت بتقطعي الاحرف كده بالسكينه زي ما احنا مش شايفين. لو في اي حاجه كده طالعه ببتدي ان انا ادخلها بالسكينه. طريقه سهله جدا، وما شاء الله البسكوته نازله معايا من الكيس بكل سهوله، ولا جامده ولا اي حاجه. المقادير ناجحه جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. طب لو انت عندك بقى القمع وما عندكيش الكيس الحلواني، بصوا عملت لها لكم عشان لو ما عندكيش كيس الحلواني، جبت العجينه وحطيتها في القمع، وابتديت ان انا اقطع كده زي ما احنا مش شايفين. سهله جدا والطول زي ما انت حابه. طيب بالنسبة للتسوية، التسوية لازم البسكوت يدخل على فرن سخن. لو دخلتيه فرن هادي البسكوت هتفرش معاكي ومش هتكون حلوة خالص والرسمة هتروح. بكون مشغلة الفرن كويس جدا على درجة حرارة 180. بدخله تقريبا أول 8 دقايق أو 10 دقايق على 180. بعد كده بنهدي النار على 160، وبسيبه لحد ما ياخد لون دهبي حلو من تحت ومن فوق. شايفين اللون عامل ازاي؟ ما شاء الله تحفة. ده من التسوية بتاعة الصواني الألمونيوم. لو لقيتي ان هو خد لون دهبي حلو من تحت ومن فوق لسه عايزه تديله لون، ممكن تشغلي الشوايه.
اهم حاجه طول ما الصواني في الفرن كل 10 دقايق تبتدي ان انت تلفيها علشان تتوزع الحراره كويس وتاخد لون من كل اتجاه. شايفين البسكوته من جوه عامله ازاي؟ حلوه جدا بجد. والرسمه ما راحتش ولا اي حاجه، وما شاء الله من نص كيلو دقيق عمل لنا كميه محترمه. ومعلقتين سمنه بس، يعني بجد المقادير اقتصاديه وبسيطه جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ده كده كان الفيديو النهاردة. عملنا مع بعض بسكوت الخلاط ببيضتين بمقادير بسيطة جدا ومعلقتين سمنة. طريقته سهلة جدا جدا، جربوه وان شاء الله هيعجبكم، مش مكلف خالص. وياريت لو بتشوفوني لأول مرة تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني إشعار بكل فيديو أنا منزله. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.